صوتها جميل صح؟ السلام عليكم واهلا بيكم معانا في اوت دورز بالعربي. النهارده هنتكلم على بندقيه مش حاجه واو، بالعكس دي من اكثر البنادق استخداما ومبيعا في امريكا. البندقيه دي متباع منها 13 مليون قطعه. تقريبا مفيش حد هنا من الشباب اللي بتصطاد الا ودي كانت البندقيه الاولانيه اللي باباه ومامته جابوها له عشان يطلعوا يصطادوا بيها هنا طيور، وهي شوت جان طبعا، فهي من اجمل البنادق بصراحه. اسمها ريمينجتون 870. النوع ده this specific one ريمينجتون 870 اكسبريس ماجنم. ماجنم يعني ينفع تضرب طلقات حجمها 3 انش، اللي هي حجم الطلقه الكبيره. دي خشب، هي بيجي منها انواع كتير جدا، بيجي منها خشب، بيجي منها سنتاتيك، بيجي منها كاموفلاج، في منها الفيلد ماستر اللي هي بيركب عليها ماسوره مشخشنه، وهوريكم ده قدام. وفي منها اي ثينك الوينج ماستر اللي هي متجهزه لصيد الطيور، وهي بندقيه جميله جدا. يعني صعب جدا ان انت تلاقيها ما بتشتغلش. البندقيه بتسايكل بطريقه رهيبه. الريسيفر بتاعها ريسيفر قوي جدا، من الحاجات اللي بتفتخر بيها ريمينجتون. بيدخل في طينه، يدخل في تراب، وانت في الفيلد مفيش اي مشكله. دي تقريبا كانت اول بندقيه انا جبتها في امريكا. بقى لها معايا دلوقتي تقريبا 12 سنه 13 سنه. بصراحه رهيبه. انا ما بستخدمش الماسوره بتاعت الطيور كتير. انا بستخدم ماسوره تانية بتركب عليها، واحنا عملنا لها شويه موديفيكيشنز بسيطه عشان نعرف نحط عليها السايتس دي. البندقيه بتضرب 12 سوري، دي بالذات دي بتضرب 20. في غيرها بيضرب 12. انا بتاعتي سيت اب على 20 ومتركب لها اكستندد ماجازين. هي عاده دي بتقف لحد هنا، بس لما بتركب لها اكستندد بتاخد طلقات زياده. البندقيه دي انا طلعت اصطادت بيها غزال كذا مره، وبعدين حصلت شويه مشاكل وانا بصطاد بيها. ان الشوت جان الرينج بتاعها ضعيف جدا، يعني حتى لو استخدمت طلقه مختلفه، طلقه بيلي باك شوت اللي هي اكبر من طلقه البيرد شوت اللي هي البليه بتاعتها كبيره، المدى المؤثر بتاعها 40-50 متر اخرك. لو انت واقف على 100 متر هتخبط فيك، بس مش مدى مؤثر. فكان لازم نلاقي فكره ظريفه جدا للبندقيه الخرطوش دي، ان احنا نقدر نصطاد بيها غزال. فمن الريسيرش لقيت ان البندقيه بيتباع لها ماسوره مختلفه. الماسوره دي اكنها ماسوره بندقيه عاديه بالظبط، رايفلد 20 جيج. ورايفلد يعني مشخشنه. انا مش عارف هقدر اوريكم الشخشخانات اللي جواها ولا لا، بس ممكن اوريها لكم في صوره تانية. شخشخانات يعني الماسوره من جوه فيها رايفلنج عشان الطلقه وهي بتتضرب تلف. البنادق الخرطوش عامه سموث بارل، يعني كلها بتيجي سموث من جوه. هي عباره عن ماسوره مفرغه بتضرب البلي وشكرا. دي لا غير، دي رائعه يعني، وليها نوع طلقات معين بيتضرب فيه. طبعا انتوا عارفين انا بحب الحاجات اللي بتستخدم يعني مش استخدام واحد بس، فلقيت ان الموضوع لذيذ جدا جدا جدا. تغيير الماسوره بتاعتها حاجه سهله جدا. طبعا هي في سجاي جوه او سوسته، لو سبتها هتضرب في السقف قبل ما ندور عليها نروح نجيبها من على الشجره. فانا هشيل دي بالراحه كده، وبعدين هنشيل الياي هنحطه هنا برضو، وهنشيل الماسوره بتاعت الطيور اللي هي الماسوره الطويله بتاعت صيد الطيور. بعدين هناخد ماسوره صيد الغزال هنركبها. الماسوره مش هتنزل غير لما افتح معرفش اسمه ايه بالعربي، بس يعني البامب اكشن بتاعها. زي ما بنشوف هي نزلت قعدت في مكانها، وبعدين هنحط السبرينج او الياي مكانه، نحط الاكستندد ماجازين عليه ونضغط بيه. شكرا، البندقيه بقت جاهزه ان هي تضرب سلاجات وتطلع تضرب غزال. طبعا زي ما انتم شايفين هو براش جان، فالبندقيه بقت ماسورتها قصيره جميله جدا في التعامل على مساحات صغيره. دي من اكثر البنادق اللي انا بحبها بصراحه، والطلقه بتاعتها قويه بطريقه رهيبه. نتكلم على الطلقات بتاعتها. دي الطلقه اللي هي الخرطوش العشرينات. دي جواها بيلي صغير خالص. انا مش عارف لو قربتها عليكم هتشوفوا البيلي جوه الاصفر ولا لا، بس هي دي يعني ده بيلي. والبيلي بيجي احجام وبيجي انواع، بيجي منه الباك شوت اللي هو البيلي الكبير شويه، الدبل او بيبقى فيها تقريبا 6 بليات،
وبعدين فيها التريبل او، اعتقد بيبقى فيه عدد بليات اكتر. وبعدين بتيجي اللي هي زي دي اللي هي السوبر ماكس بتاع الطيور دي، بيبقى فيها بيلي ستانلس ستيل. بيلي بقى بتاع حجمه يصغر على حسب، انا ما بتعملش كتير قوي فيهم، بس هم دول اللي انا بحبهم. دول سلاج شوتس. يعني ايه؟ يعني دي جواها بليه واحده كبيره، طبعا دي بتضرب في اي حاجه بتدمرها. والسلاج نفسها رايفلد، يعني لو اتضربت من ماسوره سموث هتطلع بتلف لوحدها، فهي زودت لك المدى بتاع البندقيه الخرطوش من 50 متر ل 150 متر. رهيبه، حاجه على بعد 150 متر هتضرب عليها بندقيه خرطوش هتوقفها. وده مش المدى المصيب، ده المدى المؤثر. لان مدى مصيب هتروح، يعني لو ضربتها عاليه شويه ما هتطير، تروح 600 متر عادي جدا، يعني على حسب ما هتدي الاليفيشن بتاعها. بس انت عايز مدى مؤثر، مدى مؤثر 150 متر رهيبه بالنسبه للبندقيه خرطوش. ده النوع الثاني، وده اللي انا بصطاد بيه دايما. دي بدل ما هي بليه واحده، هي بروجكتايل راس رصاصه، بس حجمها 50 كال، زي راس طلقه كبيره شويه، محطوطه جوه طلقه الخرطوش. ودي بصراحه انا ما ضربتش فيها اي حاجه الا ودمرتها. يعني من باب الضحك، بس مره خدت البندقيه دي اصطاد ارنب واحنا في اوكلاهوما، كانت اول مره بقى اطلع اجرب البارل دي، وقلت يا معلم ايه. المهم خدتها، طلعت جاء ارنب على حوالي 30 متر، حطيت البندقيه عليه، ضربت الارنب ما لقيتوش، رحت ادور عليه فين الارنب يا عم، لقيت راس وديل، ده اللي اتبقى منه. الله يرحمه بقى، كان ارنب جميل، لا عرفنا نتعشى بيه ولا نتغدى بيه ولا نعمل شوربه، بس عرفنا السلاج شوت رهيبه. دي راكب عليها سيت اب، راكب عليها 6 اور روميو 5، و6 اور روميو 5 ريد دوت، لطيف جدا على المسافات القريبه، 100 متر 120 متر مفيش مشكله. بالسلاج الثابت اللي هي زي دي، ممكن يبقى المدى المؤثر يوصل ل 200 متر، بس هي مشكله السلاج ان هي مش زي الطلقه العاديه. يعني حتى لو البندقيه مظبوطه جدا، انت الدايمتر اللي بتضرب عليه في السلاج قد كده، مره ممكن تيجي هنا، مره ممكن تيجي هنا، مره ممكن تيجي هنا، مش كونسيستنت، مش ثابته، زي طبعا ال 270 ال 308 ال 306 اللي هي العيارات اللي هي معموله اصلا لبندقيه بندقيه صيد رايفلد، مش بندقيه خرطوش. طيب اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم. انا بحب البندقيه دي جدا، البندقيه دي عزيزه عليا جدا، وانا قلت انا اشيرها معاكم. وفي شويه مفاجآت تانية جايه قدام. لو حد بيحب الخرطوش طبعا هيبقى عارف ريمينجتون. في الميدل ايست عندنا احنا بنحب البريتا وبنحب البنيلي، انا عارف، وبنحب البراونينج. دي بتعتبر هنا بنادق غاليه، خصوصا البراونينج. يعني طبعا يعني اللي في مصر عنده بندقيه عنده براونينج، واللي عنده مسدس عنده سيج او سي زد، يعني هي بس البريتا والبنيلي والبراونينج هنا بنادق غاليه وبنادق حلوه وبنادق بتاعت سكيت شوتنج، او يعني تطلع تلعب فيها بطولات، تطلع تضرب بيها اطباق، تطلع تصطاد بيها طيور. انما هتاخد بندقيه هتفرمها، خد بندقيه بيستخدمها الشرطه. الريمنجتون 870 في منها موديل تكتيكال، البوليس والشرطه هنا بيستخدموه عشان البندقيه دي ما يعني ما بتعطلش، توقعها في طينه تطلع تضرب بيها مفيش مشكله. سعرها رخيص جدا، ممكن تجيبها من اول $150 لحد $350 $400 لو انت جايبها بالاكسسوارز بتاعتها. بس ده اللي هو الريجولر ستوك، طبعا هي بتيجي اغلى من كده على حسب الستوكس التانية، بس احنا بنتكلم على دي عامه يعني. وارجو الحلقه دي تكون عجبتكم، وانا بحاول ان انا اخلي الحلقات سريعه على قد ما نقدر، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم، مساءكم زي الفل.